موضوع دايما بيشغل الناس وبيثير فضولهم، الجن والحيل الشيطانيه. ومن اكتر الناس اللي اتكلمت عن الموضوع ده كان الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، وخصوصا لما حكى موقف طريف جدا حصل له في برنامج لقاء الايمان على قناه الارث النبوي. الشيخ بيقول ان حكايات الجن بتكتر قوي مع الستات، وبعدين سال المذيع كده وهو بيضحك اشمعنى بقى، وراح هو بنفسه جاوب يعني الشيطان هيخاف من الرجاله؟ لا طبعا، بس الستات ليهم حيل. وحكى بقى قصه حصلت له مع المسجد. قال لك جات له واحده في الجامع، واول ما دخلت بدات تصرخ وتقول العفريت اللي عليا. الشيخ بص لها كده وقال في نفسه دي كدابه، لانها اول ما دخلت الجامع وقعت واغمى عليها كأن العفريت كان مستنيها على الباب بالمواعيد. الشيخ بيقول رحت قلت لجوزها كده بطريقه هزار بص يا سيدي مراتك عليها عفريت وبيغير منك، اوعى تقرب منها عشان ما يضركش. الراجل سمع الكلام وخاف يقرب منها خالص، وبعد اسبوع الست رجعت تاني وقالت له العفريت راح. فالشيخ ضحك وقال طبعا راح، اصل جوزك ما قربش منك اسبوع كامل. يعني باختصار كل الموضوع تمثيل في تمثيل. المذيع بعدها سأله سؤال مهم، هل فعلا ممكن الانسان يسخر الجن يخدمه؟ فالشيخ الشعراوي رد عليه وقال له بص يا ابني، الجن نوعين، واحد طائع والتاني عاصي. الطائع ده ملوش دعوه بالبشر، ده شغله كله مع ربنا. هو انت تقدر تسلط راجل طيب عشان يزعلك او يضربك؟ اكيد لا. اما الشيطان فده بينك وبينه عداوه من يومك، مش ممكن يخدمك ابدا. واستشهد الشيخ بالايه الكريمه وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال اللي بيحاولوا يتعاملوا مع الجن علشان ياخدوا منهم قوه او ياذوا بيها الناس عمرهم ما يموتوا ميته كويسه، هتلاقي شكلهم مرهق وعيالهم حالتهم صعبه وموتتهم بتبقى سيئه جدا. يعني باختصار كده اللي بيدور على مساعده الجن بيبعد عن ربنا وبيقرب من الهلاك، لان اللي خلق الجن هو ربنا نفسه. لو عجبتك القصه ما تنساش تدعمنا باللايك والشير، لان ده اكبر دعم لينا، واستنونا في القصه اللي جايه. سلام.